بحر يلفظ سيلا من الجثث في مدينة منكوبة، رائحة الموت تفوح من أرجائها. إنها ديرنا التي فقدت الآلاف من أبنائها في فيضانات كارثية بعد انهيار سديها الرئيسيين. فلماذا انهارا في حين كان من المفترض أن يمنعا المياه من جرف الأحياء السكنية؟ سدا وادي ديرنا، السد العلوي يسمى سد البلاد، أما السفلي فيعرف بسد أبو منصور. كان بارتفاع نحو 40 متراً قبل أن يتحولا إلى ركام. لكن كيف حدث الانهيار؟ بالعادة تتجمع المياه في وادي ديرنا، لكن الأمطار الغزيرة هذه المرة فاقت قدرة التخزين وشكلت ضغطاً يفوق قدرتهما في ظل عدم خضوعهما للصيانة منذ سنوات، ما أدى لعجز السد الأول عن كبح الطوفان، وبالتالي تدفق المياه السريع نحو السد الثاني أدى لانفجاره هو